ولكن في نقطة هقولها لكم كمان شوية، يعني في نقطة مهمة جدا جدا هقول لكم عليها كمان شوية، لأن النقطة دي يعني هي سبب المشكلة اللي كلكم بتقعوا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة يا شباب ان شاء الله وبناء على طلب كتير من حضراتكم هنتعرف من خلالها على الطريقة الصحيحة لربط قناة اليوتيوب بحساب جوجل ادسنس، خاصة بعد التحديثات وبعد التعديلات الكتيرة اللي حصلت في اليوتيوب وكمان اللي حصلت في جوجل ادسنس خلال الفترة الأخيرة. طبعا كلنا دلوقتي عارفين علشان خاطر القناة بتاعتك يتفعل عليها تحقيق الربح لازم انك تربط القناة بحساب جوجل ادسنس، ولكن زي ما قلت للأسف فيه بعض الناس او في كتير من الناس بتواجه مشكلة في ربط القناة بحساب جوجل ادسنس. فالنهاردة ان شاء الله هنبدأ نتعرف على الطريقة الصحيحة لربط القناة بحساب جوجل ادسنس، ولكن المطلوب من حضراتكم يا ريت تركزوا معايا كويس جدا وتكملوا معايا الفيديو للنهاية، علشان خاطر لو اي حد من حضراتكم عمل اي خطوة غلط وحصل مشاكل عنده في القناة ما يرجعش يلوم عليا. اول حاجة يا شباب او اول نقطة لازم نكون عارفينها، المفروض ان حضرتك قبل ما تربط القناة بحساب جوجل ادسنس يكون عندك فعلا حساب جوجل ادسنس ويكون متوافق عليه. وطبعا كمان شوية هوريكم كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي. يعني حضرتك قبل ما تفكر تعمل اي حاجة في القناة، بعد القناة بتاعتك ما توصل ل 1000 مشترك وتوصل ل 4000 ساعة مشاهدة، بتبدأ الأول تعمل حساب جوجل ادسنس. اعمل حساب جوجل ادسنس ازاي؟ في حلقة قبل كده شرحت من خلالها ازاي بنعمل حساب جوجل ادسنس بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. بعد حساب الادسنس ما بيتوافق عليه وتتأكد ان هو اتوافق عليه، في الحالة دي تبدأ تربط القناة بحساب جوجل ادسنس. طيب بربطها ازاي؟ يلا بينا بقى على طول نبدأ نروح لجهاز الكمبيوتر ونبدأ نتعرف على الطريقة بشكل عملي. اهلا بيكم يا شباب مرة تانية، وزي ما انتم شايفين حاليا احنا موجودين على جهاز الكمبيوتر، وبالتحديد موجودين داخل استوديو منشئ المحتوى الخاص بالقناة. طبعا لو حضرتك شغال من على الكمبيوتر خلاص بتدخل على لوحة التحكم الخاصة بالقناة عادي جدا. لو انت شغال من على الموبايل برضو مفيش مشكلة، ولكن بتشتغل من خلال متصفح جوجل كروم. طبعا دلوقتي اول حاجة بنعملها زي ما اتفقنا لازم يكون عندنا حساب جوجل ادسنس متوافق عليه. طيب اعرف ازاي ان الحساب بتاعي متوافق عليه؟ لما حضرتك تدخل على حساب الادسنس وتلاقيه ظاهر عندك بالشكل ده، يعني موجود فيه اصفار كتيرة كده زي ما انتم شايفين، يبقى كده الحساب متوافق عليه. طيب نرجع بقى للقناة مرة تانية، وبعد كده من مجموعة الخيارات اللي في الجنب دي بنروح نضغط على تحقيق الربح. بنضغط على ايه؟ بنضغط على تحقيق الربح بالشكل ده. هتبدأ تفتح معاك الصفحة اللي بيكون فيها عدد الساعات وعدد المشتركين. طبعا بالنسبة لي أنا خلصت الخطوة الأولى فعشان كده دخلني على الصفحة دي مباشرة. إنما بالنسبة لحضرتك أو بالنسبة لحضرتك لو لسه ما عملتش أي حاجة خالص، طبعا بيبقى موجود عندك عدد الساعات وعدد المشتركين، وبتلاقي تحت كده مكتوب لك تقديم الطلب الآن. تقديم الطلب الآن. أول ما بتضغط على كلمة تقديم الطلب الآن هيبدأ يدخلك على الصفحة اللي ظاهرة قدامنا دي أو الشاشة اللي ظاهرة قدامنا دي. هتلاقي إن الخطوة الأولى لم يتم البدء. شايفين هنا الخطوة الثانية مكتوب إيه؟ لم يتم البدء. بالنسبة لك برضو هيكون عندك في الخطوة الأولى مكتوب لم يتم البدء، وهتلاقي تحت في الجزء ده أو في المكان ده مكتوب لك كلمة البدء. كلمة إيه؟ البدء. بتضغط عليها بتبدأ تظهر لك صفحة كده فيها شوية كلام كتير اللي هي الاتفاقية الخاصة باليوتيوب، وبتلاقي تحت كده زي مربع المفروض بتحط عليه علامة صح. بتحط في المربع ده علامة صح، وبعد كده بتضغط على كلمة التالي أو بتضغط على كلمة موافق. مباشرة هيبدأ يوافق على الشروط وهتلاقي إن الخطوة الأولى تم. تمام كده. الخطوة الأولى بتبقى سهلة وبسيطة جدا ومفيش منها أي مشاكل. هنيجي بقى على الخطوة الثانية اللي هي الاشتراك في ادسنس. اهو الخطوة الثانية الاشتراك في جوجل ادسنس. هنبدأ نعمل ايه؟ وركزوا كويس جدا جدا في النقطة دي لان الناس كلها بتواجهها مشكلة في النقطة دي، او العقبة كلها بتكون في النقطة دي.
اول حاجه زي ما انتم شايفين بيقول لك يمكنك انشاء حساب جديد على ادسنس او ربط حساب ادسنس او ربط حساب حالي بقناتك، وهذا ضروري، وهذا الحساب ضروري لتحقيق الربح واستلام الدفعات. يعني هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت دلوقتي تقدر انك تعمل حساب جديد، او لو انت عندك حساب موجود حاليا تقدر انك تربطه بالقناه. طب انا بالنسبه لي زي ما قلت خلاص انا عندي حساب الادسنس جاهز، وطبعا زي ما بقول وبكرر المفروض انك قبل ما تعمل الخطوه دي يكون عندك حساب ادسنس جاهز. ما تستناش لما توصل للخطوه دي، اعمل حساب الادسنس قبل ما تعمل الخطوات دي. طيب زي ما قلت انا دلوقتي عندي حساب جاهز، فبالتالي هضغط على كلمه البدء. هضغط عليها يا شباب على كلمه البدء. ولكن في نقطة هقولها لكم كمان شوية، يعني في نقطة مهمة جدا جدا هقول لكم عليها كمان شوية، لأن النقطة دي يعني هي سبب المشكلة اللي كلكم بتقعوا فيه. المهم بنبدأ نضغط على كلمة البدء، هيبدأ يدخلني على الخطوة دي. ودي طبعا المشكلة اللي بتقف قدام الناس كلها. بيقول لك ايه؟ إثبات هويتك. أنت بصدد إجراء تغييرات مهمة في قناتك على يوتيوب، ويؤدي إكمال هذه الخطوة الإضافية الممتلئة في إثبات هويتك إلى الحفاظ. من الآخر كده اليوتيوب أضافت النقطة دي بالذات، يعني الخطوة دي ما كانتش بتظهر قبل كده. احنا قبل كده لما كنا بنضغط على كلمة البدء كان بيدخلنا على أدسنس على طول. اليوتيوب أضافت الخطوة دي بالذات علشان خاطر حماية ليك وحماية للقناة بتاعتك، لأن احنا عارفين إن فيه سرقة للقنوات وفي اختراق للقنوات منتشر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. فاليوتيوب أضافت الخطوة دي مخصوص عشان خاطر تحافظ عليك وتحافظ على القناة بتاعتك. تمام؟ تمام جدا. هنبدأ نضغط على كلمة متابعة. يفضل دايما يا جماعة يفضل إنك تشتغل من على جهاز كمبيوتر، لأن الشغل من على جهاز الكمبيوتر بيكون بسيط جدا وبيكون سهل جدا من على الموبايل. ولكن نفترض إن أنت مش متاح معاك غير الموبايل، انا معيش غير الموبايل. زي ما قلت كمان شوية هقول لك تعمل ايه بالظبط، او ايه هي الخطوة اللي انت بتفعلها عندك علشان خاطر مفيش مشكلة تواجه. المهم هنضغط على كلمة متابعة. تمام؟ هيبدأ يدخلني على الصفحة دي وهيبدأ يطلب مني تأكيد هوية. زي ما انتم شايفين دلوقتي هو جايب لي الايميل الخاص بالقناة وبيطلب مني تأكيد هوية. بيقول لك ايه؟ ستطلب منك جوجل اثبات هويتك على جهازك اللي هو الموبايل ده. فاضغط على كلمة نعم. هيبدأ هنا يبعت لي رسالة على الموبايل بتاعي، او هيطلب مني تسجيل الدخول على الموبايل بتاعي. فانا هستنى لما يجي لي الكود. تمام؟ هستنى لما يجي لي الكود، يعني المفروض ان هو دلوقتي بيجي لي رسالة على الموبايل بتاعي ان في حد بيحاول يسجل تسجيل دخول. فانا بختار كلمة نعم زي ما انتم شايفين، وبعد كده بكتب الرقم اللي ظهر قدامي. زي ما انتم شايفين مباشرة فتح معايا هنا اهو. بمجرد ما انا وافقت على تسجيل الدخول من الموبايل على طول فتح معايا هنا اهوت، او دخل معايا الخطوة الثانية بدون اي مشاكل خالص. المهم يا شباب هنا بيقول لك هل لديك حساب حالي على ادسنس؟ بنضغط على السهم ده وبعد كده بنضغط على كلمة لا املك حساب حالي. طب ليه؟ ما احنا عندنا حساب. هقول لك ليه. لان الحساب التاني ده بايميل غير ايميل القناة. يعني الحساب الادسنس اللي انا عامله الايميل بتاعه مختلف عن ايميل القناة، فبالتالي بختار لا املك حساب حاليا. بنضغط هنا وبعد كده بنضغط على كلمة متابعة. بنضغط عليها يا شباب على كلمة متابعة. هيبدأ يفتح معايا صفحة تانية. زي ما انتم شايفين هيفتح معايا صفحة تانية وهيطلب مني اختار ايميل ادسنس. طبعا انا مسجل دخول قبل كده، يعني ايميل الادسنس موجود هنا اهو. ايميل الادسنس موجود هنا اهو، وده ايميل القناة. طب نفترض ان ايميل الادسنس مش ظاهر معايا، يعني هو كده كده هيظهر معاك الايميل الخاص بالقناة. طب نفترض ان ايميل الادسنس مش ظاهر معايا، بعمل ايه؟ باجي اضغط على انشاء اللي هو استخدام حساب اخر. بنضغط على استخدام حساب اخر وبعد كده بكتب الايميل وبكتب الباسورد بتوع حساب الادسنس. تمام كده؟ تمام. بعد ما بتكتبهم بيبدأ يرجعك على الخطوة دي مرة تانية، وبعد كده هختار اداة ايميل الادسنس هنا اهوت. مباشرة هيبدأ يدخلني على حساب الادسنس. تمام؟ هنا جايب لك كل البيانات اهوت. بيقول لك ده الايميل اللي انت هتستخدمه، ده بيقول لك حسابك الحالي على الناشرين في جوجل. بيبدأ يجيب لك المعلومات كلها بقى اهوت، رقم الناشر بتاعك والبلد والتوقيت وكل البيانات بتاعتك بيبدأ يجيبها لك هنا اهوت. بننزل تحت خالص. بص طالما جاب لك البيانات دي يبقى كده الحساب بتاعك شغال
وانت كده ماشي سليم. هنزل تحت خالص 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 اهوت يا شباب، وهنا جايب لي اللي هو رابط القناة بتاعتي وكل حاجة تمام. هنزل تحت خالص لما اوصل لقبول الربط، بنضغط على ايه؟ على قبول الربط. مباشرة هيبدأ يدخلني على جوجل ادسنس زي ما انتم شايفين اهو، وبعد كده هيبدأ يعمل لي اعادة توجيه لليوتيوب مرة تانية، او بيبدأ يرجعني للقناة بتاعتي مرة تانية اهو. انت ما بتعملش حاجة خالص، هو بيرجعك لوحده. النقطة دي ممكن ان تيجي هنا وتقف، يعني بالنسبة لي خلاص هيبدأ يرجعني على اليوتيوب مرة تانية، انا مستنى اهوت ما بعملش اي حاجة. هيبدأ يرجعني على اليوتيوب، وهيبدأ يدخلني على الخطوة التانية زي ما انتم شايفين، بيقول لك الخطوة التانية قيد المعالجة. يتم حاليا إنشاء حسابك على أدسنس أو ربطه، ويستغرق عملية الموافقة والربط في العادة مدة تصل إلى بضعة أيام. هي مش بتاخد بضعة أيام ولا حاجة، هي ممكن بالكتير خالص 24 ساعة أو 48 ساعة بالكتير خالص خالص، وهتلاقي إن الخطوة التانية دي أصبحت تم، وبعدها بيدخل على الخطوة التالتة. النقطة الأخيرة يا شباب، وهي نقطة مهمة جدا، لأنها مشكلة بتقف قدام ناس كتير من حضراتكم، خاصة الناس اللي بتشتغل من على الموبايل. لازم تتأكد إنك مفعل ميزة التحقق بخطوتين على إيميل القناة، وطبعا الموضوع ده احنا شرحناه في حلقة قبل كده، وكالعادة رابط الحلقة هيكون موجود في الوصف، وكمان هيظهر دلوقتي من خلال علامة الاي، لان زي ما قلت دي تعتبر اهم نقطة بالنسبة للقناة بتاعتك. يعني لو انت شغال على القناة بتاعتك بقالك سنة على بال ما جبت 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة، الخطوة دي لو ما تمتش بنجاح كل اللي انت عملته ده ملهوش اي لازمة. عشان كده بكرر مرة تانية، لو في اي مشكلة بتواجهك في الموضوع ده اكتبها لي في التعليقات، ولكن يا ريت تكتبها لي تفصيلا، يعني اكتب المشكلة بالظبط، بحيث زي ما قلت نجمع الأسئلة دي كلها أو نجمع المشاكل دي كلها ونعمل حلقة كاملة نجاوب على كل الأسئلة الخاصة بحضراتكم. في الختام طبعا أتمنى الخير والتوفيق لكل الناس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.